آخر ملوك مصر اللي أهداه هتلر عربية مرسيدس هدية جوازه اتعرف على ثروة الملك فاروق. طبعا كلنا عارفين إن قبل ما مصر تبقى جمهورية كانت ملكية، وكان آخر الملوك هو الملك فاروق من أسرة محمد علي. وبعد كده حصل ما يسمى بثورة 52 واللي نظمها الضباط الأحرار عشان يخلعوا الملك فاروق وينهوا بكده الحكم الملكي في مصر. الملك فاروق قال بعد خلعه: أفترض أن أعظم لحظة في حياة أي ثوري هي عندما يسير عبر القصور الملكية للملك المخلوع حديثاً ويبدأ في لمس ممتلكات سيده السابق. الملك فاروق كان عنده اعتقاد إن اللي أطاح بيه مش بس الضباط الأحرار، لكن جماعة الإخوان المسلمين كمان. وكتب في مذكراته إنه كان هيستمتع وهو بيشوف القادة وهما بيتمشوا في أوضته ويفتحوا في الإدراج والدواليب. فيا ترى كانت ثروة الملك فاروق اللي سابها عبارة عن إيه؟ طبعاً فاروق كان ملك من سلالة ملوك، يعني كان عايش عيشة ملوك مرفهة. عنده ثروة فاحشة اتنقلت من جد لجد ومن ابن الابن يكبرها أكتر وأكتر. وفي فيديو النهاردة هنعرف أكتر عن ثروة ملك مصر الأخير الملك فاروق. في فترة حكمه واللي استمرت 12 سنة جمع الملك فاروق ثروة ضخمة مكونة من آلاف القطع من المجوهرات والساعات والبدل والعربيات والتحف واللوحات والأثاث وخلافه. فالملك فاروق كان عنده هواية جمع الأشياء النادرة. كان عنده مجموعة كبيرة ونادرة من المقتنيات اللي كتب عنها إنه لما كان بيحاسب أعباء بسبب الحكم كان بيحب يروح يطلع على مقتنياته دي لأنها كانت حاجة بتقلل من إرهاقه العصبي. وكان عنده ولع بجمع الساعات والطوابع والعملات المعدنية. فمثلا كان عنده مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 8500 قطعة، ويعتقد إنها كانت مجموعة من أفضل مجموعات العملات في العالم. لكن في عام 1954 حكومة الضباط الأحرار عرضت المجموعة للبيع في مزاد علني. كمان الملك فاروق كان بيحب يجمع العربيات المختلفة، وربما العشق ده بدأ عنده من بدري من لما كان عنده 11 سنة بس. ووالده الملك فؤاد أعطاه سيارة من نوع أوستن 7. كان بيقضي أوقات كتير من طفولته بيلف بعربيته دي في جناين القصر الملكي، وكان في مجموعته أنواع مختلفة من السيارات منها الرولز رويس والبنتلي، وكمان سيارة نادرة من نوع مرسيدس بنز كي 540 أهداها الزعيم الألماني النازي أودولف هتلر للملك فاروق كهدية جوازه في سنة 1938. وفاروق كان معروف بحب السرعة، كان بيحب يسوق العربيات بسرعة عالية، وكانت العربيات الملكية بتكون مطلية باللون الأحمر عشان الشرطة تبقى عارفاها وما توقفهاش. أما بالنسبة لثروة المال ففي ناس قالت إن لما فاروق كان لسه الملك كان مخزن أموال في البنوك السويسرية لنفسه ولأبنائه. لكن محمد ثابت وهو أحد أقارب الملك فاروق قال إنه على حد علمه إن الأميرات الثلاثة بنات فاروق كان معمول حسابات باسمهم في البنوك السويسرية، ولكن الحكومة السويسرية رفضت تدفع لهم واللي خدوه كان لأشياء تقريبا. وفي سنة 52 نشرت الجرايد المصرية تقارير لجان الجرد واللي بينت ثروة الملك، وكانت عبارة عن 146 ألف فدان، 2 مليون جنيه و600 ألف في البنك الأهلي، 1,100,000 ألف في بنك مصر، 16 ألف سهم في شركة سعيدة للطيران، و20 ألف في بيبسي. أما المقتنيات الخاصة في القصور الملكية اتقدرت ب30 مليون جنيه. في النهاية خلونا نقول إنه أيوة ثروة الملك فاروق كانت ضخمة طبعاً، ما نقدرش ننكر، لكن واجب التذكير إن الثروة دي مش فاروق بس اللي جمعها، لكن تم جمعها على مراحل بواسطة العائلة الملكية من سنة 1811 لحد ما الملك فاروق تولى الحكم وكمل في هواية جمع المقتنيات النادرة وتكبير ثروة العائلة. لكن في النهاية مات الملك فاروق في المنفى في إيطاليا، وكان عايش في شقة متواضعة متكونة من غرفتين في روما. ويقال إن قبل موته كان كل اللي معاه $155 في جيبه. انتهى كده فيديو النهاردة. دوس لايك لو عجبك الفيديو وما تنساش تشترك في القناة.